عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد في 5 رياضة مع تيسير. زي ما متعودين أخبارنا سريعة متعددة، لكنها تهمك كأهلاوي وتهمك كزملكاوي. معانا أخبار كتير النهاردة تهم الأهلاوية والزملكاوية، وزي ما متفقين مش هقول لك ولا لايك ولا شير ولا اشتراك في القناة، بسيبها لك لذوقك ولضميرك. لما تقرأ لما تسمع الفيديو وعجبك أوكي، يبقى اعمل أنت براحتك لايك وشير. ودايما بنقول في الأول صلى على النبي عليه الصلاة والسلام عشان نبدأ في مواضيعنا الكتير، بس هي هتبقى سريعة ان شاء الله عشان ما نطولش عليك في الفيديو. بس ما تكمل الفيديو الاخر وما تزهقش، مش هتندم. المهم عندنا النهارده اخبار تخص الاهلي واخبار تخص الزمالك. انا بس عاوز اقول حاجة في الاول لاستاذ امير توفيق. استاذ امير توفيق، انا لو بدور على اثار في بيتنا كان زمان لقيت الاثار دي. يعني لو بدور على اثار تحت بيتنا ده كان زمان لقيت الاثار. احنا بقالنا سنتين مش عارفين نجيب مهاجم. بقالنا سنين مش عارفين نجيب مهاجم، دي من ضمن مواضيعنا. انا كنت حالف ما اتكلم اصلا في موضوع المهاجم ده تاني عشان زهقنا. بس في حاجه جديده كده عاوز اقول لكم عليها النهارده، هنقولها في وسط الاحداث، وهقول لك ايه علاقه سيد عبد الحفيظ والخطيب بعد اقاله سيد عبد الحفيظ، وامور الاهلي في النمسا ومبارياته. وعندنا الزمالك يوم هقول لك ميعاد الوقفه الاحتجاجيه اللي هيقفوها اعضاء النادي احتجاجا على تعيين استاذ عماد البناني مدير تنفيذي بدل حسن موسى. عندنا ايه وضع زيزو بعد تغيير المدير التنفيذي، وضع تجديد زيزو وباقي اللعيبه. خليك معانا ومش هتندم وما تزهقش، ونبدا على طول. الاول عندنا زي ما متعودين هنبدا باخبار الاهلي. الاهلي يا جماعه كل الناس كانت زي ما احنا عارفين كابتن سيد عبد الحفيظ اقيل من منصبه كمدير للكوره، وكل الناس قاعده تتكهن طب سيد عبد الحفيظ ما حضرش، ده زعلان. في ناس بتحاول تردد بين الطرفين، الخطيب وسيد عبد الحفيظ، طب ده كذا كذا كذا. تمام، لحد ما حصل الاحتفاليه بتاعه الاهلي، وبعدها جه التكريم بقى بتاع امس للعيبه او الجوائز المتعدده اللي طبعا لعيبه الاهلي سيطرت على الجوائز تقريبا كلها. 5 لعيبه من الاهلي، 1 من الزمالك، هم بيقولوا من الاتحاد. فالاهلي مسيطر على كل الجوائز تقريبا، بما فيهم جايزه طبعا كابتن سيد عبد الحفيظ وكابتن محمود الخطيب. تمام. في الاحتفال ده بقى احتفاليه الشرق الاوسط او جائزه الشرق الاوسط الاحسن في الشرق الاوسط، حصل موقف كده بيقول لك ان نادي الاهلي لسه في اصول ولسه في احترام ولسه في مبادئ. كابتن سيد عبد الحفيظ لما شاف كابتن محمود الخطيب هو اللي توجه له وسلم عليه، ومحمود الخطيب سلم عليه بكل حفاوة وكل احترام، وسيد عبد الحفيظ بيضحك ومفيش اي مشكلة واي حاجة. ده عشان نقطع الشك باليقين ونقول اللي زعلان واللي مش عارف ايه والهري الكتير ده. تمام، دي حاجة. حتى في ناس لقطت صور كتير وكان معاهم في صور ناس تانية كتير في الصورة، بس الموقف كان باين ان هو ولا يدل على زعل ولا اي حاجة. دي قواعد، ده شغل، في شغل وفي حاجة اسمها احترام ومبادئ للنادي الاهلي ورئيس النادي واحترام متبادل. فبالتالي الموضوع بسيد عبد الحفيظ خلاص اتقفل. سيد عبد الحفيظ هيفضل احسن مدير كورة في الاهلي زي ما خد جايزة امبارح، عشان كده اتكرم امبارح. والخطيب برضه هيفضل بانجازاته. لكن الامور دي امور شغل، دي اداره داخليه، سياسه داخليه للاهلي. احنا ملناش فيه كجمهور، احنا كجمهور يهمنا الاستقرار والبطولات. ده بالنسبه للكابتن سيد عبد الحفيظ وعلاقته بالخطيب بعد اقاله سيد عبد الحفيظ، عشان الهري الكتير اللي بيحصل في الموضوع ده يا رجاله. ماشي كده؟ طيب ايه تاني غير كابتن سيد عبد الحفيظ؟ زي ما قلت لكم انا ما كنت حالب، مش عاوز اتكلم اصلا في موضوع المهاجم. زي ما قلت لكم في اول في المقدمه بتاعتي، اللي انا لو بدور على تمثال او بدور على اثار تحت بيتنا كان زمان لقيته. لكن امير توفيق انا سايب التعليق لحضراتكم، تكتبوا لنا في التعليقات رايكم، يمشي ولا يقعد. سنتين بندور على مهاجم، لكن في خبر كده مستخبي كده عن المهاجم فعرفته، فقلت برضه اشاركه مع حضراتكم. في اذاعه تركيه، تمام، في اذاعه تركيه، موقع اذاعي تركي، تمام كده. الموقع دوت موقع تركي اسمه جول تقريبا. المهم قال في الاذاعه او برنامج الاذاعي دوت، قال لنا ان موليكا في الاهلي لمده 4 سنوات. تمام، انا برضه عملت زي حضرتك كده، اول ما اقرا انا برضه مش مصدقه بالمناسبه. انا بس الخبر شفته
او عرفت فقلت اشاركه مع حضراتكم، لكن انا برضه لسه مش مصدق لحد ما اشوف المهاجم ايه بعينينا، خاصه ان انت كنت عامل حجتك ان القندوسي لسه ما مشيش. لا القندوسي راح خلاص سيراميكا، فما فيش مشكله يا عم امير بقى، يعني نقدر نلاقي مهاجم وكده ونعلن عنه. لو كنت حتى متعاقد مع مهاجم المفروض نعلن عنه، فهنشوف الدنيا فيها ايه. قال لك ان موليكا 4 سنين في الاهلي، اول سنه 1300 مليون و300 الف، ثاني سنه مليون و400 الف، ثالث سنه مليون و500 الف، رابع سنه مليون و700 الف. ده اللي الاذاعه التركيه او البرنامج التركي قاله لنا. تمام، او موقع اذاعي، او ده كان برنامج ايه اذاعي تركي. فانا سمعت فقلت اقول لكم على الخبر، مع ان انا شخصيا ما بقتش اصدق موضوع المهاجم ده، ان كان موليكا بقى، ان كان مش عارف مين، ان كان مين، مش هصدق غير لما يجي قدامي الخبر. بس حبيت اشاركه مع حضراتكم. الاهلي اخر اخباره ان هو المفروض في المعسكر في النمسا، هيلعب مباراه يوم 30 مع فريق نمساوي من الدرجه الثالثه استعدادا للموسم الجديد. دي كانت اخبار الاهلي اللي معانا. نيجي بقى لاخبار الزمالك الشيقه، وكمل الفيديو ما تزهقش ومش هتندم، اخبار كلها كويسه. احنا كلنا عارفين موضوع كابتن اللواء حسن موسى، تعين مدير تنفيذي للزمالك، وطلع فضايح في الزمالك زي ما احنا شفنا. طلع فضايح يعني ماليه بالهبل، يعني فضايح كده ايه زي ما بيقولوا، فضايح بالعبيط. طلع فضايح كتير قوي، فجاه اتشال. وبعد كده قال لك هنعين استاذ عماد البناني مدير تنفيذي. طب عماد البناني احترامنا ليه طبعا، اولا غير المناصب اللي هو ماسكها فما ينفعش تمسكه منصب تاني. ده حاجه تانية ان الراجل معروف بانتماءاته الاهلاويه، فطبيعي انت كزملكاوي هتقول ايه ده يا عم انت بتعمل، طب انت شلت ده ليه وحطيت ده ليه، مع انه معروف اللي منتمي للاهلي وكان بيدعم كابتن محمود الخطيب في الانتخابات الماضيه، ومعروف بالصور والفيديوهات وكل حاجه. احنا كاهلاويه، انا كاهلاوي مش هتفرق معايا اصلا، لكن الزملكاوي تفرق معاه. يقول لك طب انت جايب لي واحد انتمائه اهلاوي حاططه لي للزمالك، ينفع؟ طبعا ما ينفعش. طب ماشي، انا كاهلاوي زي ما قلنا ما يهمنيش مين يقعد ومين يمشي، بس انا يهمني على الاقل تقول لي ليه شلت ده وليه حطيت ده. ده راجل كشف فضايح وكشف حاجات، طب شلته ليه؟ جيت هتحط لنا استاذ عماد البناني، ماشي علينا وعلى راسنا، بس برضه قول لي ليه، مع انه معروف انتماءاته ايه اهلاويه، مع ان انا اهلاوي مش هتفرق معايا. اخواننا الاهلاويه يعني طبعا متفقين معايا في الكلام، مش هتفرق معانا احنا. لكن الزملكاوي صاحبك او الزملكاوي اللي معاه هيسال السؤال ده، طب انت شلته لنا ليه؟ فمن حقه يسال بقى في الحاله دي، انت شلت ده ليه وحطيت ده ليه؟ طب انت كنت حاطط ده ليه من الاول طالما انت هتشيله؟ فهل انت قاصد بقى تعمل البلبله دي؟ ما اعرفش، هل في حاجه احنا مش عارفينها؟ ما اعرفش. انا برضه سايب لحضراتكم بدردش مع حضراتكم في الموضوع ده كده. ده اول موضوع. فبالتالي الزملكاويه او الزمالك اعترض، الاعضاء اعترضوا طبعا على استاذ عماد البناني، وفي وقفه يوم الثلاث لاعضاء النادي احتجاجا على تعيين استاذ عماد البناني مدير تنفيذيا للزمالك بدلا من حسن موسى. ولهم كل العذر المره دي ان هم طبعا يقفوا وقفه احتجاجيه او يعترضوا. تمام، لانك انت اللي شلت وانت اللي حطيت وانت ما قلتلناش حاجه. طيب نيجي بقى لخبر تاني مهم اللي هو ايه. طب الناس دي لما انت شلت المدير التنفيذي وحطيت مدير تنفيذي تاني، طب اللجنه الثلاثيه الاولى كانت خدت شويه قرارات ووعدت بعض اللعيبه بفلوس معينه مستحقاتها المتاخره عشان تديها لها والتجديد. طب بعد ما المدير التنفيذي جه لسه الراجل هيشوف؟ طب لسه هيغير كلامه؟ فبالتالي سمعنا فعلا ان زيزو، والد زيزو راح وطالب طبعا، كان اللجنه الثلاثيه كانت وعدته ان انت هتاخد فلوسك في ميعاد الفلاني او في خلال كذا، فلوسك المتاخره. فالراجل اللي عرفناه ان هو لما راح لقى الموضوع قال له طبعا دلوقتي انا ما اعرفش عن اللي فات، لازم ننتظر لحين ايه رئيس التنفيذي الجديد واللجنه الثلاثيه الثانيه ونعرف هيعملوا ايه. طب الراجل فلوسي فين؟ فطبعا الراجل ليه حق في الحاله دي، انت لو اديتني مستحقاتي، طب انا ايه ذنبي في الموضوع ده؟ تغيير المديرين ده وتغيير رئيس النادي وشيل رئيس النادي واللجنه الثلاثيه. فبالتالي هدد بالشكوى للفيفا اذا ما خدش مستحقاته، وليه حق طبعا، معاه كل الحق اللي هو يتضايق. ده بالنسبه للخبر الثاني عندنا في نادي الزمالك او مظاهرات نادي الزمالك، لان حصل وقفه احتجاجيه فعلا احتجاجا على التعيين الاستاذ عماد البناني، ولدرجه ان هم طلبوا الامن كمان في النادي، لكن هم متفقين على وقفه احتجاجيه اعضاء النادي يوم الثلاث على اعتراضا على الاستاذ عماد البناني. لدرجه ان احمد سليمان طلع على صفحته وكتب ان بفيما معناه ان نادي الزمالك
مليان كوادر ومليان ناس كفاءات وناس لعيبه قدام وناس كفاءات تقدر تدير نادي الزمالك وجديره بكده. فبالتالي انت جايب لنا حد عليه علامات استفهام حاططه لنا. ده انا بتكلم بلسان الزملكاويه يعني. اما احنا كاهلاويه مش هتفرق كتير، لكن لازم برضو نفكر. ما دي حاجات برضو في الكوره احنا لازم نفكر فيها. اهلاوي او زملكاوي لازم افكر فيها، لازم اتناقش. خاصه ان احنا لو ده الكلام ده، لو احنا عاوزين ايه، نشيل نغمه التعصب اللي بينا بين اهلاوي وزملكاوي ونفكر بالعقل. الاهلاوي يسلم على زميله والزملكاوي يسلم على زميله، مفيش اي مشكله. دي كانت اخبارنا النهارده بتاعت الزمالك والاهلي يعني. يا ريت تكون الاخبار دي ناقشتها معاك صح، فدتك بخبر. لو كده اعملي لايك وشير، ولو مش مشترك في القناه اشترك في القناه، ومش هتندم، هيوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.